السلام عليكم أخواتي وحبيباتي المشتركات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. يعني طولت هذيك حبيباتي المشتركات لأني قريت تعليقاتكم وعلى بالي بلي توحشتوني بزاف، وفرحت بزاف بتعليقاتكم وتعليقاتكم اللي خلتني نتكورج ونزيد نحط فيديوهات، لأنه دائما تجينا فترة يعني ما نقدروش نكملوا، لكن نكملوا يعني على وجوه العباد الملاح والزينين اللي دائما يخلوا لي تعليقاتكم. كنت يعني ديت فترة ما خيّتش فيها، كنت نخيّط لجهاز بنتي، إن شاء الله ربي يهنيها ويهني كل وحدة. أنا يعني حبيت نصور لكم كامل واش خيّطت لها الجهاز، لكن الله غالب ما قدرتش، ضيق الوقت ما قدرتش نصور لكم كلش. من بينهم هذا الطقم الصلاة اللي خيّطته لبنتي، كيما تقدروا تعتمدوه نتوما كمشروع ناجح مدار السنة يعني، وبما أنه مقبلين على شهر رمضان المبارك، إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا، وإن شاء الله يا ربي لا فاقدين ولا مفقودين. وربي يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. هنا كما قلت لكم عندي قماش فرواسي. شوفوا الجهة اللي تتجبد هي جهة الطول، ماشي كما العادة، يعني دائما القماش جهة العرض هو اللي تجبد، يعني جهة هذيك متر ونص ولا متر وستين. هنا جهة الطول هو اللي تجبد. عندي كما قلت لكم 3 مترات طويت هنايا، هادو 3 مترات طويتهم على 4 جهة الطول، يعني الطول هذاك 3 مترات من لهنا عندي حوالي 75 سنتيم ولا. هنا هذه علاه طويت جهة الطول باش نحي أنا القطعة تاع الخمار والقطعة اللي تجي في الأكمام. نحيت هنا 50 سنتيمتر عرض الخمار تاعي، حتى تقدر تنحي حتى 55 سنتيم باش تقعد لي هذيك المترة. قلت لكم العرض القماش فيه متر ونص، نحي من العرض تاعو نحي ال50 تبقى لي مترة. هنا شوفوا نحيت هذه القطعة اللي تجي في العرض تاع القماش، والطول راهو مطوي على 4. هنا الطول تقدروا تخيطوا حتى بزوج مترات ونص يجيكم، لكن أنا درت 3 مترات يجي الطويلة العريضة يجي كامل، يجي كامل لي طاي، لأنه يجي ستوندار يعني يجي كامل لي طاي. هنايا شديت هذيك القطعة اللي نحيتها 50 سنتيم ونحي منها زوج مترات تاع الخمار باش ما يجينيش خمار قصير، نديرو نحوه على هذيك اللي نحيتو جهة الطول. متر ونص تاع خمار ما تكفيكش باش يدور لك يعني على الرقبة ويجي شباب. هنا نحيت زوج مترات وتبقى لي مترة، لأنه قلت لكم شريت 3 مترات، يعني ب90,000 تاع قماش انت خيطتي. الا كان يدير 30,000 90,000 يجيك طقم الصلاة. على بالي ما راهمش يتباعوا باسعار غاليه، لكن كما شفتوا تاع البيع ما يجوش عرض بزاف وما يجوش طوال بزاف، وحنا الطقم الصلاة لازم يكون طويل، لازم يغطي الارجل مليح، يعني كي تسجدي وتركعي ما يبانوش رجليك نهائيا. يعني فيه تنطبقوا فيه الشروط والاحكام تاع الحجاب اللي نصلوا به. هنا نحيت زوج مترات تاع الخمار، تبقى لي كما قلت لكم مترة من هذه القطعة اللي هي فيها 50 سنتيمتر على 3 مترات بهذا الشكل. نحو الخمار تاعنا. هنا الخمار تحبيه منفصل، يعني تحبي تلصقيه تحبي تخليه يعني هكذا. هنا دوكا الخمار انا نكفه وندير له هذه الحاشيه اللي تجي في الاطراف. الحاشيه لكم الاختيار واش حبيتو هديات حبيتو تاع الاورغونزا، يعني نتوما والموديل اللي حبيتو. انا حنحط لكم زوج موديلات، قلت لكم حطيت لكم عفوا يعني طريقه الخياطه تاع اطقم الصلاه بزاف تاع قطعات تاين اللي يجي بالتنوره. حطيت لكم تاع اللي يجي على شكل جلباب قطعه واحده، وحبيت نحط لكم ايضا هدايا كيما راكم تشوفوا هذه القطعه اللي نديروها للاكمام نحوها للطرف حتى نكملوا الفصاله تاعنا. فصاله سهله مهله كيما قلت لكم تعتمدوه كمشروع ناجح وما يجيكمش يعني كيفاش نقولوا ما يجيش غالي بزاف. هنايا كي شديت هذيك القطعه اللي طويتها على 4 جهه الطول نعاود نفتحها ونطويها جهه العرض. هاوليك العرض تاعي، العرض هو المتر اللي قعدت لي هو عرض القماش، هذا هو العرض باش نعاود للمبتدئات. هنايا راني طويتها مليح، طويت الطول هنايا نحسبوا الطول الكلي زائد 10 سنتيمتر. سمعوني مليح، الطول تاع الزبونه تاعك زائد 10 سنتيمتر. درتيه ستوندر ديري متر وخمسين متر وخمسة وخمسين، هي متر وخمسة وخمسين مليح يلبس كامل المقاسات. أطويتهم كما قلت لكم هكذايا من لهنا. أنا عندي 50 سنتيمتر راه مطوي على 4، والطول هو الطول الكلي زائد 10 سنتيمتر. نحي هاد الأطراف اللي راهي مطوية. من بعد
ندخل ب8 سنتيم كما العاده، الرقبه ما تجي كبيره ما تجي صغيره، ونديروا ال20 سنتيم تاع الكتاف. هنا نحددوا ال20 سنتيم تاع الكتاف، لكن ما راحش نفصلوا. راح نديروا يعني بقطعه، نكملوا كامل عرض القماش هذايا ال50 سنتيم كامل يجي على الكتاف باش يجوا طايحين. نحبط ب3 سنتيم. علاه؟ باش يجي الميلان تاع الكتف هذاك يجي، الطقم تاعي شباب كي نلبسو ما يجيش يعني كشغل هكا قطعه وحطيتيها هكا فوق لبستيها. ورحت بخط مستقيم من 8 سنتيم تاع الرقبه حتى للعرض القماش كامل، اللي هو العرض تاعو هنا كي راه مطوي على 4 كما قلت لكم راه 50 سنتيم، يعني متر العرض تاعو كامل يجي شباب ويلبس حتى المقاس الكبير كامل. بزاف اللي يشرو المقاس الكبير يشرو تاع الشريه هذا كما قلت لكم كيلبسوه يجيهم مزير، ولا الا ما كانش فضفاض يعني. هنا نحبط من الرقبه من الخلف ب4 سنتيم، والامام نحبط ب10 حتى ل 12 سنتيم باش يعني تدخل الرقبه تاعك. هنا نحبطو بحوالي 28 سنتيمتر حتى 30، يعني باش كي نخيطوا الكتف تاعنا ونخيطوا من تحت تبقى لنا واحد 25 سنتيم هكاك. هنا ندخل ب5 سنتيم باش ندير هذيك الحردة اللي تجي، يعني تقدروا ما ديروهاش لكن هنا تجي شباب احسن. بعد ما درت الحردة هذيا نروح للطول القماش، نروح للطول يعني القطعة تاعي نروح بخط هكا مستقيم حتى للأطراف. هنا من الأسفل من التحت ما نطلعوش بهذيك زعما 4 سنتيم ولا على، لأنه طقم الصلاة نحبو نلبسوه يجي طايح يعني هكاك. هاي ليك من الأسفل ما نطلعوش، نروحو نخلوه هكا كيما رانا فصلناه. هذا مكان شتو ما فيهش بزاف، طوينا القماش تاعنا جهة العرض على 4، يعني من عندنا 50 سنتيم منا في العرض تاع القطعة توعي، والطول راهو الطول الكلي زائد 10 سنتيم مع الكفافة مع الآخر، يعني يطيحوا واحد 5 سنتيم في الأرض يعني. نفصل الرقبة تاعي اللي هي الأولى تاع الظهر عفوا هي الأولى الخلف، ومن بعد نفصل تاع الأمام، نحي القطعة تاع الخلف ونفصل تاع الأمام نحوها. شحال من خطرات يعني تقول لي شحال من وحدة تغلط وتخيط يعني تفصلهم كيف كيف. هنا نحبط شحال حبيتي، يعني هذاك الكالو تاعك يحبط حبيتيه ب30 سنتيم ب40 سنتيم انت حتى من حبيتيه طويل، كاين اللي تحب ديرو حتى للأسفل يعني حتى للرجلين القالوا تاعها. هنا نروح نفصل القطعة تاع الأكمام، اللي هي القطعة هذيك اللي قلت لكم راح نفصل فيها الأكمام في الأول. هاي ليك نطويها على 4 نساويها مليح ونحسب 40 سنتيم. كما شفتوا راه عندنا 50 سنتيم تاع الكتف، يعني رانا نص متر هذيك كامل درناها أكمام وكتف، يعني هنا نزيد لها 40 سنتيم لأنه راح ندير له كشكشة في اليدين. و نفصل القطعة تاعي. هنا اعذروني عندي شحال ما هدرتش في الفيديوهات على بالي بلي طولت عليكم. هنا تحبوا ديروا كشكشه، يعني تخلوا القطعه تاعكم هكاك وديروا كشكشه في الاكمام بهذه الطريقه، تحبوا تفصلوها سوا. انا فصلتها هكا سوا، لكن راح نخيط الكتيفه ونخيط اسفل تحت الابط، يعني راح نزيد نقص باش تجيني القطعه تاعي سوا نقص 2 سنتيم ونروح بخط. هنا نخلو اللي تحب دير، شوفوا نحسب حوالي 18 سنتيم المكان اللي ندير فيه لاستيك، ونطراسيه مليح بالطباشور لانه راح نخيط فيه لاستيك. ما راحش تفتحي القطعه تاعك وتطراسيه مليح، يعني تديريه بالطباشور باش تعرفي المكان تاع لاستيك تاعك وين تخيطيه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. بهذه الطريقة هنا رانا كملنا الفصالة كما قلت لكم، حاجة سهلة ويجيك شباب وتخيري القماش اللي حبيتيه. هنا شوفوا كيفاش كففت الرقبة تاعي من الأمام لجهة الوجه القماش، راكم تشوفوا بلي راني متراسية لجهة الطباشير في الوسط هذيك، ونخيط القالو تاعي من الفوق، يعني لا تبطين لا والو، تقلبي الكفة تاعك للداخل وتلصقي القالو تاعك كي توصلي للمنتصف تاع الرقبة، تدخلي الإبرة لداخل القماش والدوري باش ما تهربلكش يعني البلاصه تاع المنتصف، وتخيطي تحبطي كما قلت لك هنا كما حبيتي. تحبي حتى الاسفل تحبي ب 30 سنتيم، تحبي القالو تاعك يوصل للخصر، تحبيه يوصل حتى للسره، ولا يعني تديري 40 سنتيم بهذا الشكل. ونديروا هذاك المثلث تاعنا وندورو. حاجه سهله مهله كما نقولوا. وان شاء الله هذا الفيديو يكون خفيف عليكم، وان شاء الله تفهموا مليح، وخلوا لي رايكم في التعليقات كما العاده. وقولوا لي واش حبيتوا يعني نحطوا، ولا نحطوا ملابس القناضر تاع العيد، ولا يعني اطقم تاع الحجابات.
وهنا شوفوا كيفاش نطوي هنا في هذايا، يعني في الرقبه لازم يكون الطيال تاع الجهه اليمنى كما تاع الجهه اليسرى كيف كيف، باش ما تجيش رقبه معوجه. كما راكم شفتوا ما استعملنا لا فيزلين لا يعني لا دوبلور هذاك ولا التبطين تاع الداخل. على ديك تخافي الرقبه لو كان هنايا ديري جهه ماشي كيما الجهه الاخرى تجيك معوجه الرقبه تاعك، لازم تكون كيف كيف. هنا شوفوا راني نكمل المهم نخيط الكالو كما تاعي. قلت لكم يعني كنت حابه نحط لكم تصديره تاع بنتي، لكن كاين وين صورت كاين وين ما صورتش مع الضغط، وكانت يعني شهرين ما كفاونيش للتصديره وكامل. على ديك اللي كاين اللي صورت لكم كاين لا يعني كاين كيما الجباب قبايل درت لكم. هنا شوفوا كي نلاقوا الكتفين خليت 1 سنتيمتر خارج في الرقبه، جهه الرقبه تخلي 1 سنتيم تاع التبطين بهذا الشكل. ومن بعد رحت سرجيتها ولصقت اليدين ايضا بهذه الطريقه، لصقت اليدين كما راكم تشوفوا وسرجيت على الداخل كامل. تبقى لي غير نلاقي الاكمام. هنا شوفوا هذا الاكمام توعي هم لي كيفاش راح نلاقي الجوانب فقط وندير لاستيك. اما هنايا في التبطين تحبي تبطني بقطعه تاع البي من نفس القماش كيما مالفين بطنو، ولا حبيتي تحبي تلصقي الخمار. انا الخمار يعني قالت لي ما تلصقيهوليش، كففتو كامل ودرت له هذاك القالو في الاطراف كما راكم تشوفوا. لكن لا حبيتو تلصقوه عادي، تلصقوه يعني تلبسيه كيفاش ديري الدوره تاعو، تحكمي هذاك المنتصف تاع الرقبه وتلصقيه في المنتصف تاع الرقبه تاع الحجاب هذا تاعك، وديري له قطعه تاع البيه باش تبطنيه. حاجه سهله، هي الاحسن كي يتلصق خير باش يعني كي تسجدي كامل ما تتعرش الرقبه تاعك من الخلف. هذه هي. دوكا بقى لي غير نلاقي الجوانب ونركب لاستيك. هاليك لازم تكون الخياطه مع الخياطه تحت هذيك اللي تاع الاكمام باش يجي كامل سوا وتبقى الكفه. هذا هو الشكل النهائي بعد ما خيطته. شوفوا خرج بزاف شباب، وكما قلت لكم يلبس جميع المقاسات، يعني يلبس لاطاي الكبيره كامل. لاستيك كما شفتوا في الفيديو في الاول كنت حددت المكان تاعو خيطته بهذه الطريقه، درت له لاستيك شويه عريض